هلا والله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعناكم بفيديو جديد كلاش اوف كلانس المهكرة تاون 12. قبل ما ابدا واخذ بتفاصيل الفيديو لازم تعرف انه الرابط التحميل راح يكون باول تعليق. بعدنا على ريكو ام كي، هاي وين شو تذكرت؟ اوكي، رابط التحميل راح يكون باول تعليق. اذا ما تعرف شلون تنزل او واجهتك مشكلة برابط التحميل اللي موجود باول تعليق، تروح وين؟ تروح على الوصف، تلقى فيديو يشرح لك الوضعية ويشرح لك الحالة، وبعدين ترجع لهذا الفيديو وتاخذ الرابط من اول تعليق وتحمل اللعبة. على العموم يا شباب، اللعبة متوفرة للايفون وللاندرويد، راح تلقون الرابط باول تعليق. قبل ما نخوض بتفاصيل الاكواد، خلي نشوف شنو مستويات التاون هول واشكال التاون هول من الليفل 1 الى ليفل 10 او تاون 11 و 12. اوكي، طبعا هسه هذا ليفل 2 وهنا ليفل 3 ليفل 4. طبعا هذا على السريع لانه اشكالهن القديمه، لكن هنا بالاشكال الجديده تاون 10 و11 و12 يا حبيبي على الاشكال الجديده. على العموم يا شباب، وين هذا تاون 10 مثل ما تلاحظونه شكله الجديد الخرافي. تاون 10 يعني فشي رهيب هنا صاير صراحه، مطور اللعبه فشي مسوي. لكن تاون 11 يعني مسوي ما اعرف يعني شكله على العموم تاون 11 مو حلو مثل ما تلاحظونه. اما بالنسبه لتاون 12 فراح يكون شبيه بالتاون الاصلي او بالقريه الاصليه مثل ما تلاحظون نسخه تاون 12. على العموم يا شباب، التسلا ما تشتغل بتاون 12. خلينا نشوف شكو ماكو بعد بالتحديث او بالنسخه. طبعا هسه ننتقل للاكواد. لاحظنا شكل البيت او لاحظنا شكل التاون هول، هذا هو شكل التاون هول. راح ننتقل للاكواد. على العموم يا شباب، بالنسبه للاكواد شوفوا هذا كاتب سيت بيسز بس ما مخلي سلاش، معناتها غلطان. فشباب ركزوا وياي بالاكواد او ركزوا على الكود شلون راح اكتبه حتى تكتبونه بشكل صحيح وما تغلطون وبعدين تقولون الاكواد ما تشتغل. تكتب هذه بالبدايه، هذه تشوفونها اللي دايس عليها حاليا، مو هذه ما تشتغل. اوكي، هذه ما تشتغل بالكود. تكتب هذه، تكتب هنا set bases اوكي و11 فراغ 11. هذا الفراغ اذا نسيته، تشوفون هذه هاي المسطره، اذا نسيت الفراغ وكتبت 11 مثلا هيك لطش ما راح يشتغل الكود. فراغ وتنطي 11. هذا الكود قدامكم set bases 11 وتنطي ارسال، حيحولك لقرية ماكس يا حبيبي. مباشرة راح يفعلك القرية الليلية. اوكي، خلينا نشوف القرية الليلية. طبعا مثل ما تلاحظون هسه البيت 11 راح نسوي 12 والاشكال الجديدة للقرية. ومثل ما تلاحظون يعني التحديث شوية بشدة، يعني مو كلش. اوكي شباب، هذه هي القرية الليلية، اعتقد بها هجوم طبعا. خلينا نشوف. اوكي، اخر جندي ما راح اهجم بها يعني، بس مجرد يعني. اوكي، ونروح ناخذ هجمة ونشوف القرية الليلية. مثل ما تلاحظون هجمت القرية الليلية. هذه هي القرية الليلية هجمت. راح ايش اسوي؟ راح انزل النايت وش بالاخير هنا حتى تطلع خفافيش وترجع لي ورا، وتطلع خفافيش وترجع لي ورا بين ما نشوف يعني وين تصفى. اوكي، هواي طلعت خفافيش بس ما اعتقد هذول الخفافيش راح يفيدون. وهذه اذا لطشت هنا شو نسوي لها؟ يعني نحاول ناخذ بس هذه المدفع. اوه ماي جاد، لا 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 لا، هذا مو معقول ابدا يعني. ماكو حماية طبعا. اوكي، خلينا نشوف. مثل ما جاي تشوفون القرية تهجم او اللعبة تهجم بالقرية الليلية، والمدفع الهواء راح يشتغل على النايت ويتش وراح يصمت ابوها الصمت. خلينا نسحب احسن لي، كافي بنص نجمة نطلع احسن يعني، على الاقل نقول انسحبنا والخصم راح يهاجم ويهاجم ويهاجم. انا اخذت 100، شوف انسحبت اخذت 100 بعقل. فعلى يا شباب، هنا القرية مثل ما تلاحظونها تساوي 11 يعني 11. هنا نسوي البيت ليفل 12. اوكي، سوينا البيت ليفل 12
ومثل ما تلاحظون طبعا اذا تريد الجدار ماكس بعد ما تقدر ترقي الشغلات الا بايدك تطور. هنا هذه ليفل 8 وهذه ليفل 9 وهنا ليفل 10 مثل ما تلاحظونه على الدفاع الجديد. عندك الويزارد تاور 10 و11 مثل ما جاي تشوفون بالاشكال الجديده. هنا ليفل 15 و16 وبشكله الجديد. هنا عندنا بعد نختار نطور المدفع بشكله الجديد، ومثل ما جاي تشوفون شكل المدفع الجديد خرافي صراحة. الجدار عندنا الجدار الجديد مثل ما جاي تشوفون ليفل 13 يا حبيب. بعد شنو عندنا شنو المدفع طور ثاني لو لا اي اوكي هذا المدفع اللي 11 مدفع الهاون. عندك التسلا تسلا الجديدة، لكن بس البيت ما تشتغل بالتسلا، فقط البيت ما تشتغل بالتسلا. يعني المطور ما اعرف ليش بعد لسه ما مشغل التسلا داخل البيت. هنا بالنسبة للمستوى خلينا ندخل هنا. قلت لكم هذه ركزوا بيها، مو الثانية، مو هذه ما تشتغل. اوكي هذه تستخدمها بالكود وحدة، تختار set score وتنطي فراغ. set score تنطي فراغ، طبعا سكور على الكؤوس، تنطي 9999 وتنطي ارسال بالشات العالمي فقط او بالشات العالمي حصرا. مثل ما تلاحظون كؤوسنا صارت 9999. اوكي هنا نجي ل set level او ايه هذه set level ونخلي اس وننطي فراغ وننطي 500 او اقل. انا راح انطي 500 او لا set level بدون اس، set level بدون اس. اوكي شوفوا غلط واحد بالكود ما اشتغل. تخلي هذه تخلي set level بدون اس، تنطي فراغ بالمسطرة وتنطي 500. اوكي وتنطي ارسال. بعدها راح يصير عندك المستوى 500. ومثل ما جاي تشوفون اللعبة شغالة وتمام التمام. اما اذا تريد تهجم على نفسك فهذا الكود راح تستخدمه، هو سلاش مثل ما قلت لكم OWN وهنا بيس اتاك. هذا الكود يدخلك بهجمة ضد نفسك بمجرد ما ترسله للعالمي. ومثل ما تلاحظون دخلني بهجمة ضد نفسي، بس ايش راح اخذ؟ ما تقولوا لي ايش راح اخذ. يلا ننسحب حتى ايش؟ حتى ما يصير شيء والفيديو ما يطول. فمثل ما تلاحظون هنا الملوك، بس احاول اكتشف سر الملوك 60 لو مو 60. نطور الملكة ونشوف طبعا يعني نشوف نطورها ل 55. احنا نحاول نوصل ل 55. طبعا تتأخر مثل ما جاي تشوفون، وما اريد الملوك يتأخرون او ما اريد الفيديو يتأخر. الملوك ايش جابهم بأم الوضع. فاوكي مثل ما تلاحظون الملكة وصلت 20 و23 25. اوكي مدري ايش قد 20 قوية هاي ها 30 31. اوكي خلينا نشوف ايش قد يوصلون الملوك. يعني نشوف، انا جاي اجرب وياكم النسخة صراحة، يعني ما مجربها. اول ما نزلتها وشفتها وجربت بعض الشغلات بها قلت خلي انزلها للمتابعين حتى نشوف. الملوك 45 مو 60 للأسف، يعني كنت اتوقع 60 بس صاروا 45. عندك الاكسبو ليفل 6 مثل ما جاي يشوفون. مدفعية النسر ليفل 3 بشكلها الخرافي. بعد ايش طوروا عندنا وما طورناه وما شفناه وما جربناه. ومثل ما تلاحظون عندنا هنا هذا ما يفيدنا نسرعه. الكامب او المعسكرات مثل ما تلاحظون بعدهن على هنا 320 ألف. اوكي ليفل 10 المخيم مثل ما جاي تشوفون. ليفل 10 مو قلنا؟ ايه ليفل 10 حلو تمام. هنا ما زودونا شوي يعني مستخرجات شوية خلونا زيادة، يعني ليش هيك؟ عندك مستخرج اكسير الظلام 6 او مخزن اكسير الظلام 6 ما مغيرين بشي. اوكي شباب هذا كل موضوع اليوم. اذا عجبك الفيديو لا تنسانا من اللايك والاشتراك بالقناة، ولا تنسى تفعل زر الاشعارات وترسل النسخة لاصدقائك حتى تتونسون. هنا مرت علس
يعني سحقته استبطنا مرته مرد. فعلى العموم يا شباب شاركونا الفيديو ولا تنسون تضغطون على زر اللايك حتى نستمر بتقديم المزيد ان شاء الله. هذا ما كان عندي في فيديو اليوم. Peace out.